الفيديو ده هنعمل مع بعض طاجن مكرونة بالكبدة على طريقة أشهر محلات الكشري. هنشوف مع بعض ازاي نسوي المكرونة وازاي نطلع الطاجن مظبوط وطعمه حلو جدا. وطبعا النظافة والطعم والريحة أحلى كتير من المحلات. بس قبل ما نبدأ في الفيديو أنا آية، ياريت تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب وكمان تفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد من قناتي. أول حاجة مكونات الكبدة، أنا معايا 2 فلفل رومي وتوم مفروم حوالي 10 فصوص، وكمان نص كيلو من الكبدة البلدي متقطعة شرايح، والتوابل اللي هستخدمها ملح وفلفل وكزبرة ناشفة وعصرة نص ليمونة. طبعا اول حاجه هعملها انا هتبل الكبده وهركنها على جنب كده عشان تتبل حلو والطعم كله ياخد من بعضه. حطيت الثوم المفروم وحطيت جزء من الفلفل الاخضر وجزء من التوابل ملح وكزبره بس. طبعا انا كنت وضحت لكم قبل كده ان الكبده مش بيتحط لها فلفل اسود لو هنعملها لوحدها، لكن النهارده مع الطاجن طبعا لازم اديها رشه فلفل اسود. طبعا ممكن تحطي شرايح فلفل حراق لو حابه. هركنها بقى على جنب وهوريكم مكونات المكرونه. معايا كيس مكرونه بينا او اللي هي القلم، وكمان توم مفروم ومعجون صلصه طماطم، والتوابل اللي هستخدمها هتكون ملح وفلفل وكزبره ناشفه وكمان كمون ورشه بابريكا مدخنه ومكعب مرقه. ومعايا حوالي لتر من الطماطم المضروبة ومتصفية كويس. طيب أول حاجة هعملها هي الصلصة بتاعة المكرونة. طبعا أنا سخنت حلة كده على النار وحطيت فيها معلقتين كبار من الزيت، وحطيت جزء من التوم، يعني حوالي 3 فصوص توم كده يدينا طعم وريحة حلوة، وهقلبهم شوية في الزيت مجرد تشويح بس. يعني أنا مش هحمر التوم، لا أنا مجرد بس كده إن أنا هشوحه. أول ما ريحته تطلع هبتدي إن أنا يعني أكمل الخطوات. طبعا أنا مخلية النار وسط مش معليها قوي عشان التوم بيتحرق بسرعة. طبعا حطيت معلقة كده أو معلقتين من الخل، اللي هي الطشة كده كأننا بنعمل الفتة. بس هي هنا يعني بتدي طعم وريحة حلوة جدا للطاجن. حطيت الثوم وبعدين طشيته كده بشوية خل، وبعد كده حطيت الطماطم وحطيت بقية التوابل الملح والفلفل والكمون والكزبرة وكمان مكعب المرقة، وقلبت كويس قوي وهسيبها على النار حوالي 5 دقايق. يعني أنا مش هسيب الطماطم تتسبك، لا خالص، انا هسيبها بس كده كل الحاجات اللي انا حطيتها دي تاخد من طعم بعض. وبعدين طبعا حطيت معلقه كبيره من صلصه الطماطم وكل ده كده ياخد من طعم بعضه، وبعد كده هطفي النار. طبعا ملحوظه مهمه قوي ان الصلصه لازم تكون سايله، ما تبقاش تقيله، يعني لازم تكون كده خفيفه خالص. بعد كده تاني خطوة بقى هي تسوية الكبدة. سخنت طاسة على النار على درجة حرارة عالية، والطاسة لازم تسخن كويس جدا، وحطيت معلقتين زيت كبار، وبعد كده حطيت الكبدة عليها. طبعا الصدمة اللي احنا بنعملها دي مهمة جدا جدا عشان الكبدة ما تنزلش مية وما تنشفش مننا. طبعا الكبده ما بتاخدش اي وقت خالص على النار. يعني الكبده اصلا تسويتها بتكون حوالي 10 دقائق او 12 دقيقه. انا هسيبها على النار بس 5 دقائق، مجرد ما لونها يتغير زي ما انتم شايفين كده حطيت بقيه الثوم. لو لاحظتوا انا تبلت بجزء من الثوم في الاول، وسبت حوالي حته كده صغيره بحطها في الاخر. حطيت الثوم وظبطت بقى التمليح بتاعي، رشة ملح ورشة كزبرة ورشة فلفل، وحطيت بقية الفلفل الرومي. طبعا لو عايزة تحطي فلفل حراق زي ما قلنا برضو هتحطيه، بيدي طعم وريحة حلوة جدا. وهقلب كده تقلبتين خفاف قوي، وبعد كده هطفي النار. طبعا قبل ما بطفي النار عملت عصرة الليمون، دي اختيارية بس هي بصراحة بتخلي طعم الكبدة حلو جدا. وزي ما قلت لكم الكبده مش هتاخد سوا كامل، مجرد 5 دقايق بس يتغير لونها، وبعد كده هطفي النار.
جهزت بقى الطاجن اللي انا هسوي فيه، حطيت فيه معلقه كده من الزيت، ويعني دهنته كويس قوي، دهنت الجوانب بتاعته كويس قوي. بالمناسبه انت ممكن تعملي طواجن صغيره، لان في ناس بتحب كل واحد على قد الطاجن بتاعه ويخلص. الكميه اللي انا عاملاها دي ممكن تعمل معاكي 4 أو 5 طواجن صغيرين، لانها كميه كبيره. بس انا حبيت بقى ان انا اعمله في طاجن كبير مره واحده، يعني يكون يعني تغيير. حطيت فيه الكبدة، ووزعتها كده كويس. وبعد كده حاجة مهمة جدا بقى، انا تعمدت ان انا اوريها لكم، ان انا هحط المكرونة نية مش مسلوقة. زي ما انتوا شايفين كده انا خدتها من الكيس على الطاجن على طول. وانا اتعمدت ان انا اوريكم المكرونه بصبها كده من الكيس، عشان تتاكدوا ان المكرونه لازم تكون نيه، لانها هتستوي في الفرن مع الطماطم والكبده وبقيه الحاجات اللي هنحطها. طبعا مهم جدا ان انا احط نص كوبايه ميه مغليه كده على المكرونه عشان تطري المكرونه معايا. وبعد كده نزلت ببقيه صلصه الطماطم اللي انا عملتها، وزي ما اكدت معاكم ان صلصه الطماطم خفيفه جدا عشان تسوي لي المكرونه. وعملت فتحات كده عشان طبعا الصلصه تدخل جواها وتسوي كل كميه المكرونه. بالمناسبه طبعا انا كنت مسخنه الطاجن في الفرن حوالي 10 دقائق الاول، عشان طبعا الطاجن بياخد وقت في التسخين. فلما احط المكرونه والكبده يدخل في السوا على طول، ما ياخدش وقت في التسخين. ومعليه الفرن على درجه حراره عاليه حوالي 200 او 220 كمان، وغطيتها بورق فويل ودخلتها الفرن. لو مشينا على الخطوات دي طاجن المكرونه بتاعنا هيطلع مظبوط جدا، احلى من بتاع المحلات. لكن لو اعتمدنا ان احنا نسلق المكرونه، خلاص هي كده هيبقى طعمها عادي زي المكرونه العاديه، يعني مكرونه بالكبده، مش هتبقى واخده طعم الفرن ولا طعم الطاجن، ولا مستويه من الصلصه. فاهمين قصدي؟ الحركه دي بتخلي الطعم حلو جدا. انا كمان حطيتها في طبق ستانلس كده او صينيه ستانلس كبيره، عشان نقدمها بقى زي محلات الكشري. وقلبت الطاجن على طول اول ما طلعته من الفرن. بس سيبيه شويه، يعني بعد ما تقلبيه سيبيه حوالي 3 دقايق كده، هي المكرونه هتنزل لوحدها، لان احنا طبعا كنا دهنين الطاجن بالزيت، فان شاء الله مش هتلزق معاكي ولا اي حاجه. بس سيبيها كده تهدى كده 3 دقايق او 5 دقايق، وبعد كده ارفعي الطاجن بالراحة، هتلاقيه نزل معاكي حلو جدا. ويعني مش قادرة اقول لكم طعمه كان رهيب. طبعا انتوا شايفين الدخان اللي طالع او البخار اللي طالع على الكاميرا، كان سخن جدا جدا. نخلي بالنا لازم نبقى لابسين جلافز، لان السخونية بصراحة محدش يستحملها طبعا. اعملوه في البيت انضف واحلى كتير من محلات الكشري. طعمه حلو جدا، زي انتوا كده برشة بقدونس، طبعا لازم اي حاجة خضرة عشان تقلل شوية من الحموضة بتاعة المكرونة، وكمان تعمل لنا لون حلو يعني في التقديم. بصوا بقى اول ما دخلت الشوكه كده في المكرونه، يعني بصوا انا ما استنيتش ان هو يبرد، انا اكلته وهو سخن كده، وكان طعمه حلو جدا. المكرونه مستويه جدا، محدش يقلق خالص ان المكرونه مش هتستوي، لا هتستوي. بس امشوا بنفس الخطوات، مهم جدا ان صلصة الطماطم تكون خفيفة مش تقيلة، ونحط نص كوباية مية مغلية عشان تساعدنا في ان المكرونة تطلع. يا رب تكون الوصفة عجبتكم وطريقتي تكون عجبتكم. اكتبوا لي رأيكم في التعليقات، انا بقرا التعليقات كلها، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.